فاضل لك كام ماتش وتسيب طنطا؟ والله الحمد لله فاضل ماتشين، ماتش الكاس هي حوالي 4 ماتشات، فربنا يسهل ان شاء الله. بس لو طنطا كسبت المنصوره مش هيبقى 4. لو ايه؟ لو طنطا ان شاء الله بتكسب المنصوره مش هيبقى 4. لا ان شاء الله نتمنى ان احنا نكمل في الكاس وافضل مع طنطا لاخر دقيقه في الدوري، ودي تحسب لي ان انا مثلا اخر موسم ليا وبادي الحمد لله باخلاص، وكنت كابتن الفرقه معانا وكابتن الفرقه وما زلت كابتن الفرقه الحمد لله. نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه نكمل على اللي احنا ماشيين فيه والاداء المتميز بقياده الكابتن حماده، وربنا يكرمنا ان شاء الله ويكرم نادي طنطا السنه الجايه ان شاء الله ويصعد الدوري الممتاز زي ما صعدنا في 2005 2006. وانت كنت معانا بس. وانا كنت موجود الحمد لله. بس الاصابه نكمل بقى ان شاء الله وربنا يكرم ان شاء الله الفرقه السنه الجايه ان شاء الله. محمد كان جالك عقود من كذا سنه لما كنا في الدرس، كان من الاسماعيلي. والله هو السنه اللي فاتت كان جاي لي عقد فعلا رسمي من الاسماعيلي وكان في فاكس، والايام لما كنا في الممتاز. وايام ما كنا في الممتاز، بس السنه اللي فاتت كان في جديه وقعدت مع الناس هناك في الاسماعيليه، وكان شبه اتفاق نهائي، بس هنا حصل اختلاف هنا في النادي والمحافظ تدخل وقال لك مفيش حد هيمشي عشان نصعد وكده. فالحمد لله الواحد رضي بنصيبه، واخر سنه دي الحمد لله يعني الحمد لله نمشي بقى. محمد راح فين؟ ان شاء الله باذن الله الانتاج الحربي باذن الله ان شاء الله بالتوفيق يا محمد، ويا رب بقى كده نشوفك زي مهاب كده تعمل حاجه لطنطا واسم طنطا مهاب والسيد. طبعا نادي طنطا له فضل كبير عليا، لولا هو ما كنتش انا هبقى موجود في المكانه ديت، والناس والانديه تتصارع ان انا اكون موجود معاها. الحمد لله على الفتره اللي انا قدرتها في نادي طنطا، وهم يشكروا بصراحه على اللي عملوه معايا. وطبعا انا كنت ناشئين غزل المحله، فنادي طنطا هو اللي لمعني وهو اللي قدمني للجمهور. الحمد لله انا بشكره وبدين له بالفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. وانت قدمت نادي طنطا كتير، وعايز اقول لك حاجه، انا عارف ان انت مضيت للانتاج من يوم السبت، عشان كده كنت بستنى منك انت. لا انا ماضي يعتبر كان في شبه قاعده كده من يعتبر من شهر واحد، فالحمد لله. من شهر واحد، بس انا جبت الخبر الاكيد.